صباح الخير. حكايتنا النهاردة عن الفنانة عائلة راتب. اتولدت عائلة راتب سنة 1916 وكان اسمها الحقيقي كاملة محمد كامل، وهي أول سندريلا في عالم الفن. واتولدت عائلة راتب لأسرة أرستقراطية، أمها من أصول تركية وأبوها كان دبلوماسي من قيادات وزارة الخارجية، والمصري الوحيد اللي تولى منصب رئيس قلم الترجمة خلال فترة الاحتلال. وبدأت مواهب الطفلة كاملة تظهر في سن الطفولة، فكانت بتغني وترقص وتمثل في الحفلات المدرسية. وفي خلال رحلة نظمتها المدرسة غنت الطفلة في القطر واندمج معها الركاب، وتصادف وجود صحفي فكتب تاني يوم مقالة عن إعجابه بصوت مطربة القطر. وفي مرة شافها زكي عكاشة صاحب فرقة عكاشة المسرحية وعرض عليها التمثيل في الفرقة، ولما قالت لأبوها غضب وضربها، وكان عندها وقتها 14 سنة. لكن عائلة راتب اتمسكت بحلمها وراحت عاشت عند عمتها، وطبعا غضب عليها أبوها وشقت طريقها الفني واختارت لنفسها اسم عائلة، وده اسم أقرب صاحبة ليها، واسم راتب وده اسم أخوها الوحيد اللي توفى وهو صغير، وأصيب أبوها بالشلل. وما تصالحتش عائلة راتب مع أبوها إلا قبل وفاته بفترة صغيرة وبعد ما اتجوزت. وحققت عائلة راتب نجاح كبير مع فرقة عكاشة واشتهرت وكتبت عنها الصحف والمجلات، وحاولت كل الفرق المسرحية وقتها إنها تشتغل معاهم. وبدأت عائلة راتب تمثل للسينما، وكان أول أفلامها سنة 36، ووقع معاها مدير استوديو مصر وقتها عقد احتكار لمدة 5 سنين بعد وفاة المطربة أسمهان، وكانت بتغني وتقدم استعراضات في الأفلام اللي بتقوم ببطولتها، فأطلقوا عليها لقب السندريلا. وساهمت عائلة راتب في اكتشاف عدد من النجوم من أجيال مختلفة، وكانت بتشارك في اختيار الأبطال اللي هيمثلوا قدامها. وهي اللي اكتشفت الفنان عماد حمدي، واللي كان بيشتغل موظف في الإدارة باستوديو مصر، ورشحته لبطولة فيلم السوق السوداء، وكان ليها دور في اكتشاف الفنان محمد فوزي. وشجعت عادل إمام في بداياته لما مثل معاها في مسرحية البيجامة الحمراء. واتجوزت عائلة راتب مرة واحدة في حياتها من المغني حامد مرسي، واستمر جوازهم 26 سنة وخلفوا بنت وحيدة. وفي مرة وهم بيتعشوا قالت عائلة راتب لجوزها إن الحياة بقت مملة وروتينية، فوافقها واقترح عليها إنهم يتطلقوا، وفعلا اتطلقوا بهدوء. وفضلت الصلة بين عائلة راتب وحامد مرسي مستمرة، وكان بيزورهم باستمرار، وكانت عائلة راتب بتستشيره في كل حاجة. وتوفى حامد موسى في بيت عائلة راتب وكان عمره 82 سنة بعد ما حس بالتعب وهو بيزورها، ورفضت عائلة راتب إنه يروح وهو تعبان. واشتركت عائلة راتب في عدد كبير جدا من الأفلام، منهم قلب المرأة، السوق السوداء، عدو المجتمع، لا تطفئ الشمس، زقاق المدق، وغيرهم. وتوفت عائلة راتب سنة 99 وكان عندها 82 سنة.